السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي التصوير والإخراج. جملة انت اكيد بتسمعها وانا كمان بسمعها: هنصور الماتش ده اتش دي يا جماعة، وتلاقي المنتج والمخرج والمصور والناس كلها بتتكرم اخر الماتش وبيحضنوا بعض وكأنهم فتحوا عقد. مع ان الناس في اوروبا بقت بتصور 8K، الناس بتصور ب 8 12 واوقات بيوصل ل 20 كاميرا. الناس بتعيد 3D عشان تساعد الحكم فتساعد المنظومة فما يبقاش فيه اخطاء، فالناس تستمتع بالكورة. الناس في اوروبا بتستمتع بالكوره، مع ان الحكم يحب تعيد لما بيكون في اعاده للفار. احنا والحكم بنحاول يعني ندور على الكوره في الاعاده البطيئه. احنا عندنا لعيبه كويسين وملاعب ممكن تتطور، لكن المنتج البصري النهائي اللي بيطلع للمشاهد منتج لا يليق بالكوره ولا بالمواهب اللي موجوده ولا بتاريخ الكوره في مصر. يا جماعه الكوره دلوقتي مش بس تسجيل ماتش، الكوره دلوقتي عرض بصري، يعني زي اي فيلم او برنامج ترفيهي. لو الصوره شكلها فقير فالجمهور هيفضل حاسس ان الدوري فقير حتى لو الماتش مولع نار. نفس الكاميرا الرئيسيه ونفس لقطات المدرجات الفاضيه ونفس الكاميرا بتيجي على وش المدرب وهو بيزعق. مفيش اي ابداع بصري ولا اي فكره جديده. يا راجل ده في ناس بتجيب اصحابهم وقرايبهم من المدرجات، وانت وانا اكيد شفنا كده. تاني حاجه بقى وهي الاضاءه. بتشوف لقطات في ماتشات بتحس ان النور مطفي، مع ان ده دوري محترفين مش دوره رمضانيه بعد الفطار. تالت حاجه معانا وهي الجرافيك والريبلاي. بنعرض تشكيل وخطط الماتش بشكل غريب جدا. الناس بره بتعمل تحليلات وبترسم 3D لخطط وخطوط الملعب، واحنا لسه بنعرض التشكيل كانه برنامج جواز جماعي. الصوره الحلوه تخلي المتفرج يحترم المنتج حتى لو مش فاهم التفاصيل، وده السبب اللي خلى دوري زي الدوري الامريكي او الدوري السعودي ينتشر في العالم، مش عشان اللعيبه خارقه ولكن علشان جوده البث عاليه والمنتج شكله محترم. طب ازاي بقى نقدر نطور؟ اول حاجه هنجيب شركات متخصصه في الاخراج، مش مجرد قنوات بتنقل الماتشات والسلام. تاني حاجه ندرب مخرجين شباب على تقنيات الاخراج الحديثه، اضافه كاميرات خاصه للجمهور وللكواليس وردود الفعل، وده اللي بيخلي الماتش دمه خفيف. تحسين الصوت والتعليق والمايكات والتسجيل لازم يكونوا بشكل احترافي، لان الصوت بيدي روح للمشهد. اهم حاجه في الموضوع بقى اختيار المعلقين بشكل احترافي، مش مجرد اختيار معلقين وخلاص، علشان المعلق هو اللي بيكمل المشهد وبيطلعه للجمهور سواء يتفرج عليه او يغير القناه. حد بقى يقول لي طب ازاي انا بعد ما اصرف المصاريف دي كلها هقدر استفاد؟ هقول لك يا سيدي، هي قاعده: الاخراج هو الاستثمار. لو الصوره شكلها حلو الاعلان هيجي. المعلن مش هيدفع فلوس في حاجه مش مغريه بصريا. فكر فيها كده، الاخراج الجيد مش تكلفه وخلاص، الاخراج الجيد هو تسويق مباشر للدوري المصري. ملخص حدوته النهارده: احنا محتاجين نغير النظره القديمه بتاعت انقل الماتش والسلام، محتاجين نعمل دوري احترافي نخلي العالم كله يبص عليه. يعني ما ينفعش ابقى قاعد بتفرج على الماتش وفجاه الاقيك صغرت لي الشاشه وعملت لي صوره كبيره الاعلان. انت كده بتعلي الاعلان